الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلوا وسلم على سيدنا محمد غائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وصلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وصلوا وسلم على سيدنا محمد أفضل من دعا وسأل وتضرع وعلى آله وصحبه الطيبين وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، حديثنا إن شاء الله لهذه الجمعة المباركة وفي هذه الساعة والتي نحسبها ساعة الإجابة إن شاء الله سيكون عن فضل الدعاء وبركة الدعاء وعظم الدعاء. الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه المبين بغرع أبواب السماء، وما غرعت أبواب السماء بمثل مفاتح الدعاء. يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي إن الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه وتعالى أمرنا والأمر للوجوب بدعائه، وعد الذين لا يدعونه بالمستكبرين مستكبرين عن عبادته. ونفهم من ذلك أن الدعاء عبادة من أعظم العبادات وغربة من أجل الغربات لله تعالى. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو الإجابة، الدعاء هو العبادة. فإذا ضاغت عليك الأرض بما رحبت وضاغت عليك نفسك بما حملت فاهبط وقل: يا الله يا الله، أحسن الأسماء وأجمل العبارات هل تعلم له سمية. الله سبحانه وتعالى إليه ترفع الكف بالأسحار والأيدي بالدعاء، فربكم غريب يسمع ويجيب. الله سبحانه وتعالى يرزق البعيد والغريب والعدو والحبيب، يشبع الجوعان ويسقي الظمآن. الله سبحانه وتعالى غريب منكم وأمركم بدعائه. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، لأنك عندما تدعو الله سبحانه وتعالى تسهر ضعفك وتسهر حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى وفاغتك إليه، وتحترم بأن الله سبحانه وتعالى هو الغوي وهو المدبر وهو مالك الملك. وإلا وما أبدع ذلك المشهد، مشهدك عندما ترفع يديك لله سبحانه وتعالى. والله إن أجمل مشهد شاهدته في الدنيا مشهد ذلك العبد عندما يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى باكيا خاشعا سائلا متضرعا. هل هناك مشهد يضاهي ذلك المشهد البديع؟ مشهدك وأنت تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا سأل الله سبحانه وتعالى من فضله. والله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك، والله سبحانه وتعالى هو رب الأرباب. سلوه من جوده ومن كرمه
ومن نواله ولا تسألوا البشر أبدا. الله سبحانه وتعالى في انتظار دعائكم أيها المؤمنون. عندما تدعو الله سبحانه وتعالى تشعر بالطمأنينة وتشعر بالراحة وتشعر بالسرور وتشعر بالثقة، وإلا فالله سبحانه وتعالى غريب. الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء في ليلة الظلماء في صخرة الصماء، سقى قوما بدعوة النملة. الله سبحانه وتعالى سقى قوما بدعوة النملة. في الحديث الصحيح أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي، لأن سليمان ملك بني إسرائيل خرج السقيا، تأخرت الأمطار وأجدبت الأرض وماتت الحيوانات وغلت المعيشة، فخرج سيدنا سليمان ليستسقي. وعندما وصل إلى مكان الخلاء وجد نملة مستلقية على ظهرها قوائمها إلى السماء. تخيل ذلك المشهد وتصور ذلك المشهد، نملة، وهذه النملة مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مستلقية على ظهرها ورافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا حق من خلقك لا غنى بنا عن سقياك. وسيدنا سليمان عليه السلام الله سبحانه وتعالى فهمه وعرفه لغة كل المخلوقات، فقال له سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم لم يصلي. قال للذين جاء بهم ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم ولم يلبس المطر على الحمر. قبل أن يصلوا إلى ديارهم جاءت السحب من كل مكان وبدأ المطر في النزول كثيرا بدعوة هذه النملة التي دعت الله سبحانه وتعالى متوسلة، دعت الله سبحانه وتعالى متضرعة. وإلا أيها العبد الله سبحانه وتعالى أمرك بدعائه وأمرك بسؤاله، وإن دعوت الله سبحانه وتعالى لن يخيبك أبدا. أعلم أنك لو رفعت يديك الله سبحانه وتعالى متوسلا متضرعا باكيا فلن يخيبك الله أبدا. أنت والله كاسب 100% بهذا الدعاء، أنت كاسب. وإلا أستمع إلى هذا الحديث. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عباد عني فإني غريب وجوب دعوة الداعي إذا دعاني. ولنستمع إلى هذا الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد دعا ربه إلا استجاب له بواحدة من ثلاث، واحدة من ثلاثة لابد أن تحدث. وهذه الثلاثة إما أن يعجل لك طلبك، يا رب وظيفة لولدي تخرج له 3 سنين ومحتاج له توظف، فيستجيب الله لك. يا رب اشفيني من هذا الداء فيشفيك الله سبحانه وتعالى. يا رب سافر للسعودية تسافر. إما أن يعجل الله لك هذا الطلب في الدنيا، وإما أن يرفع عنك من الشر قدره. في شر عظيم وبلية ومصيبة كانت حتنزل عليك أو كانت حتنزل على أولادك، الله سبحانه وتعالى أرسل إليها هذا الدعاء فأمسك بها هذا الدعاء. أنت ما جايب خبر، أنت لا تعلم الغيب. هذا الدعاء يا رب ولدي توظف يا جماعة، لا يدعو ربنا سبحانه وتعالى ما استجاب لنا، بدعو للنهار في مصيبة كبيرة كانت حتنزل ومسك الدعاء ده. وأنت لو علمت هذه المصيبة لظللت ساجدا لله سبحانه وتعالى إلا أن يختارك إلى جواره. وإما أن يدخل إليك يوم القيامة هذا الدعاء دعوت يا الله يا الله ربنا ما استجاب لك وأنت في ضيق شديد، لما يستجيب الله لك؟ ادخره الله لك ليوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين والعبد محتاج لأي حسنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هناك أقواما يأتون يوم القيامة فيجدون في الجنة حسنات كالجبال. ناس يوم القيامة وحسنات تجي زي الجبال، زي جبال الهيمالايا وزي جبال الانديز، حسنات الناس كلها تتعجب من هذه الحسنات. الله لمن هذه الحسنات؟ فتقول لهم الملائكة هذه حسنات فلان من فلان وهذه حسنات فلان من فلان، فيقولون يا رب هذه الحسنات ليست لنا، نحن ليس لنا من العمل ما يساوي هذه الحسنات، صلاتنا عادية وصدقتنا عادية وصومنا عادي، فمن أين لنا هذه الحسنات؟ فيجيبهم الملك ويقول لهم هذه أتعلمكم في الدنيا لم يستجب الله لكم وخذوها الآن كاملة. فيتمنى قوم لو أن الله لم يستجب لهم في الدنيا. دي أدعيتكم، دي وظيفة ولدك ربنا ما وظفوا ليه، وده المال اللي قلت ربنا ما اداك ليه قد دخل لك اليوم العظيم ده. يتمنى الناس ربنا استجاب لهم في الدنيا يقولوا يا الله يا الله يا ريت يا رب
يا ليت لو ما استجبت لنا في الدنيا وادخرتها لنا إلى هذا اليوم العظيم، وإلا دعائك بدعائك أنت كاذب، وأنت المستفيد الأول والأخير. والله سبحانه وتعالى يقول لك ادعوني نستجب لك. الله سبحانه وتعالى لن يخيبك أبدا، والله سبحانه وتعالى لن يخلف الميعاد. جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى وعزتي وجلالي ما احتصم عبد من عبيدي بي فكادته السماوات والأرض إلا جعلت له منها مخرجا. عبد من عبيدي استجار بي واحتصم بي والليل والنهار رافع يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب، احتصم بي فكادته السماوات والأرض. السماوات والأرض عملت له مؤامرة. الله سبحانه وتعالى يقول والذي وعزته وجلالي لا جعلن له منها مخرجا. وما احتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني إلا قد تحت من دونه أسباب السماوات وأسخت الأرض بين قدميه ثم لا أبالي فأي واد أهلكته. يوم تحتصم بالعباد ويوم تلجأ إلى العباد ويوم تظن بالعباد وتترك ربك، الله سبحانه وتعالى يقول لك وعزة وجلالي لأهلكنك ثم لا أبالي فأي واد أهلكتك. والله يوم كنا نخاف الله فتح الله لنا باب كل شيء وأخذنا كل شيء. عندما بدأت الإنغاز فتحت مدن الجنوب مدينة وطار الأعداء من أمام جند الله كالزرافات وطارت من أمامهم كالنعام. وعندما أصبحنا نخاف من أمريكا ومن غيرها أخافنا الله من كل شيء وفتحت علينا من أخطارها، وكل ذلك بسبب خوفنا من أمريكا. يوم أن تسالمنا أمريكا وتقول ستطبع العلاقات إلى السودان نحن في طمأنينة ونحن في ثقة. أمريكا طبعت علاقاتها مع السودان وعاد السفينة إلى السودان ونحن مسرورين. ويوم أن تعادينا أمريكا وتعلن أن السودان دولة إرهابية كل السودان يخاف. أمريكا قد قاطعتنا وأمريكا ستفعل بنا وستفعل بنا. والله ليس ذلك من أمريكا وإنما من الله الذي خلقكم. يوم أن خفتم من أمريكا أخافكم الله من كل شيء وفتحت علينا من أخطارها أبيي جنوب كردفان جنوب دارفور ودارفور والجنوب وكل ذلك عندما عدلنا عن دعائنا الله وخفنا من المخلوق. وإلا فنرجع على الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يكون بواسطة هذا الدعاء لنجعل علاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى بواسطة هذا الدعاء العظيم. لنرجع على الله سبحانه وتعالى واللي ندعو الله سبحانه وتعالى والله لن يخيبنا أبدا. يوم ترى الرجل يرفع يديه إلى السماء ويبتهل الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه مؤمن. شخص يرفع يديه للسماء أعلم أنه مؤمن. ويوم تراه يتضرع إلى الله ويبتهل الله فاعلم أنه موفق. ورأيت العبد لا يرفع يديه إلى الله أبدا فاعلم أنه مخذول واعلم أنه ليست له ثقة في الله سبحانه وتعالى. وإلا علينا أن نرجع لله سبحانه وتعالى وعلينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وعدنا وعده الحق وقال ادعوني أستجب لكم. عن ثوبان رضي الله عنه قال لا يزيد العمر إلا البر ولا يرد الغضاء إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالخطيئة يعملها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لا يرد الغضاء إلا الدعاء، والدعاء سلاح المؤمن. فعلينا بدعاء الله سبحانه وتعالى. الدعاء سلاح المؤمن. وجاء في الحديث الصحيح أنا لله ملكا موكل بهذه الكلمة العظيمة يا أرحم الراحمين. في ملك موكل بالكلمة دي بس، هذا الملك يقول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم يؤمن يقول آمين آمين. فإذا قال العبد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين قال له ذلك الملك إن أرحم الراحمين قد التفت إليك فصل الله حاجتك. وإلا نقول لكل مكروب وكل مظلوم وكل مغبون أين أنتم من أرحم الراحمين؟ يا أصحاب السيرة البيضاء يا من امتلأت بكم المستشفيات وضاقت بكم العيادات عليكم أن لا تنسوا أرحم الراحمين. نحن لا نقول لكم لا تذهبوا إلى المستشفيات، أذهبوا، لكن عليكم أن تجدوا في الدعاء وعليكم تقولوا يا أرحم الراحمين نسألك الشفاء. يا أرحم الراحمين أنت تملك الشفاء والداء فأشفنا يا الله، وستجدون إن شاء الله هذه الإجابة. وإلا نقول أيضا لمن ضاقت بهم المعيشة
الوقت أخواننا أصبح غلاء شديد، كل شيء أصبح في السماء، السكر أصبح غاليا، ومن ثم الذرة أصبحت غالية، وكل شيء أصبح غاليا، وكل ذلك بسبب بعدنا عن أرحم الراحمين. علينا أن لا نتكل على الحكومة ونقول إن هذه الحكومة قد رفعت هذه الأشياء وأصبح الناس في ضيق شديد وسئموا من هذه الحياة. نقول لهم أين أنتم من أرحم الراحمين؟ ارفعوا أيديكم إلى السماء وقولوا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. ومن ثم إن شاء الله والله ستجدون العجب. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهناك إن شاء الله فرجا بعد ضيق. والله إن رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى وإن دعونا الله سبحانه وتعالى والله سنرى الفرج القريب إن شاء الله. وأيضا نقول للذين قد تأخر عنهم الإنجاب واشتاقوا إلى الذرية واشتاقوا إلى الأطفال واشتاقوا إلى من يحمل أساميهم، نقول لهم أين أنتم من أرحم الراحمين؟ جربتم كل شيء، ذهبتم إلى الكهنة وإلى السحرة وإلى الدجالين وإلى الذين يدعون أنهم يمنحون الذرية ويمنحون الأبناء. نقول لهم أين أنتم من أرحم الراحمين؟ ارفع أيديكم إلى السماء وقولوا يا أرحم الراحمين استغنى إلى الذرية. يا الله يا الله لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. فسيدنا زكريا عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، ومن ثم كبر سنه، أصبح له من العمر ما يزيد على 100 سنة والله أعلم، وكبرت زوجته أصبحت مرة كبيرة وعظيم، وكان لا يلد عظيما لا يلد، واشتاق إلى الذرية وقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا الله يا الله لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا رب. اشتقت إلى الذرية، اشتقت يا الله إلى الأطفال، اشتقت إلى الأبناء. لم يسب إلى لندن ولم تعمل له عملية أنابيب ولم يسب إلى القاهرة، وإنما دعا الذي بيده الذرية، يجعل من يشاء عظيما ويهب لمن يشاء لناس ويهب لمن يشاء الذكور. دعاه وقال يا رب اللهم لا تجعلني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فجاءته الإجابة في الحين طوال جاءته الإجابة، فنادته الملائكة وهو غائب يصلي في المحراب، والمحراب هو مكان العبادة عن بني إسرائيل. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. في اللحظة طوال جاءته الملائكة وقالت أبشر بالخير، ربنا بشرك وزوجتك حتلدها ولد واسمه يحيى، وهذا الابن حيكون نبي وصالح وحصورة لا يغرب النساء أبدا. فنادته الملائكة هو قائم يصلي في المحراب. لذا أيها المؤمن إن أردت أن يستجيب الله دعوتك فلا تكون لاهيا. شخص إخواني بالعقل في كشتينة وماسك الكشتينة كده العشرة في يده، يا الله يا الله تديني كده والله ما حيديك. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب في حالة عبادة. إن أردت أن يستجيب الله لك كن في المسجد، كن أمام الله، كن خاشع وباكيا، لكن أن تكون لاهيا والله ذلك لن يكون أبدا. وإلا والله أنا أعرف أن هناك أناسا مضى على زواجهم 20 سنة ثم أنجبوا بعد ذلك، وأناس قد مضى من زواجهم 10 سنين وأنجبوا بعد ذلك. والله قد حدثني أحدهم أنه قد ذهب إلى أخصائي وطبيب مشهور، ومن ثم قال له هذا الأخصائي والاستشاري والله يقول لك بأسف شديد أنك لن تلد أبدا. هذا الأخصائي قال لهذا الشخص والله قد خبرني قبل 3 أيام، وهو الآن له من الأبناء 7 من الأولاد والذكور. قال له هذا الأخصائي والله إني أقول لك في أسف أنك لن تنجب أبدا. لما يا دكتور؟ لأن حيواناتك المنوية كلها ميتة. فقال له هذا الأمر جاءك من الله أو وحي من الله؟ ده وحي جاءك من ربنا أنا ما بلغ. ومن ثم قال لي هذا الشخص والله لم يمضى على هذا الكلام 4 شهور إلا وقد حملت المرأة وأنجبت ثم حملت وأنجبت إلى أن وصل أبناء 7. لذلك عليك أن تثق في الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بيده مغالب السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى لا يجوزه شيء في الأرض ولا في السماء. وإلا إذا تعطلت الأسباب فاحتسم برب الأسباب. وأيضا نقول لمن تراكمت عليهم هذه الديون اليوم يا إخواننا السجون والله مليئة بالمديونين. أذهب إلى كوبر وستجد العجب، والله آلاف من المطلوبين في غياهب هذه السجون في كوبر وفي درمان وفي بحري وفي بورسودان امتلت بهم السجون. نقول لهؤلاء المديونين المكروبين أين أنتم من أرحم الراحمين؟ ادعوا الله سبحانه وتعالى وقولوا لأسرهم عليكم بالدعاء، فالدعاء هو سلاح المؤمن، وسترون إن شاء الله العجب.
وسترون الفرج عما غريب إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الفرج، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم تعلم في سيدنا علي: يا علي، أو لو علمك كلمات، لو كان عليك مثل أحد دينا لغضاه الله عنك. يا علي أنا هعلمك كلمات، ولو كان عليك مثل جبل دين ربنا هيخدع عنك. فقال له: علمني يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن مستواك. كلمتين، لكن اخواننا من الفايق ليه؟ كلمتين فقط. قل يا علي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن مستواك. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود والترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا يسمى أبو إمامة. دخل المسجد إذا رجل من الصحابة اسمه أبو إمامة، فقال له: تعال يا أبا إمامة. فجاء فقال له: ما لي أراك تجلس في المسجد في غير وقت الصلاة؟ أنا قدر ما أجي المسجد بركة جالس يا أبو إمامة، تجلس شنو؟ فقال له: والله يا رسول الله هموم أشغلتني وديون لزمتني، والله يا رسول الله ما لك ليه هنا، وقدر ما اجي ما اريد يناديني واحد من اصحاب الدنيا بامامه: يا اخوي تعمل لي شنو؟ فرأيت يا رسول الله نجلس في المسجد ارتاح بس، وين رسول الله مهموم شديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سأعلمك كلمات، لو كان عليك مثل جبل دينا لقضاه الله عنك. يا ابا امامه، قل اذا اصبحت واذا امسيت: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من البخل والجبن، واعوذ بك من غلبة الدين وهر الرجال. 4 كلمات بس. قل اذا اصبحت واذا امسيت وسترى العجب. يقول ابو امامه: فقلتهن. قلت هذا الكلام، لكن اخواننا ما قالوا عشان نجرب، نحن هسه بنقول عشان نجرب، لكن ده قال بيقين. يقول ابو امامه: والله قلتهن فاصحب الله ديني واصحب همي. والا عليكم بالدعاء وعليكم بهذه الادعيه وسترون ان شاء الله الفرج، وان مع اليسر يسرا وان مع اليسر يسرا. وهناك بعض الضعفاء يقول احدهم تنزل بحدم المصيبه، يكون مديونا، يكون مريضا، يسال الله ان يوظف ابن تخرج له 5 سنين من الجامعه وتخرج من احسن جامعه وتخرج بدرجه الامتياز، لكن ما لقى شغل. يبدا يدعو: يا الله يا الله يا رب يا رب، ولا يجد اثر الاستجابه. ومن ثم لقيته يقول: دعوت فلم يستجب لي. والله كتبت الدعاء لكن ربنا ما استجاب لي. لا تقل ذلك ابدا، وهذه هي عباده الضعفاء، عباده اليائسين. لا تيأس من دعائك لربك، ولا تقل دعوت فلم يستجب لي. فلعل الله ايها العبد اراد ان يسمع صوتك، ولعل الله اراد ان يعظم لك الاجر، ولعل الله اراد ان يبلغك درجه في الجنه لم يكن ليبلغك لها الا بصبرك والا بدعائك هذا. والا عليك ان لا تقل دعوت فلم يستجب لي. وايضا ايها العبد عليك ان دعوت الله ان تلح في الدعاء، فانت امام رب العالمين وانت امام الرزاق المكين. عليك ان دعوت الله سبحانه وتعالى ان تلح في الدعاء. ان الله يحب الملحين في الدعاء. يا الله يا الله يا رب يا رب يا الله. ادعو بالحاح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اكثروا من الدعاء فانه لن يحلف مع الدعاء احد، وان الله يحب الملحين في الدعاء. والا والله لو دعانا الله سبحانه وتعالى والله لراينا العجب. ومنا يا اخواننا في هذا اليوم او قبل يوم دعا الله سبحانه وتعالى ولحد دعائنا لربنا خفيف خفيف: يا الله يا الله كده، ومن غير اخواننا توسل، ومن غير ثناء على الله سبحانه وتعالى ثم ننسحب. وعليك ايها المؤمن ان تعلم ان الدعاء المستجاب له شروط. ما كل دعاء يستجاب لصاحبه ما لم تتوفر فيه هذه الشروط. ومن هذه الشروط حسن النية، الإخلاص في الدعاء، وعدم الاستعجال، وأن تدعو الله بقلب الحاضر. لما تدعو ربنا ادعو ربنا بقلب حاضر. إذا دعوت من الميت فاخلص له الدعاء، ما تدعو أنت ملتفت لغيرك، وادعو أنت مقبل على ربنا. وإلا فاعلم أنك تخاطب رب العالمين وأنك أمام ربنا سبحانه وتعالى. فعليك بأن تخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى وأن يكون قلبك حاضرا. وأيضا من شروط استجابة الدعاء إطابة المطعم، أن يكون مطعمك طيبا، وأن يكون رزقك طيبا،
جاء في الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يقول: يا رب يا رب، وما كانوا حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له؟ والله يا جماعة شروطه في الاستجابة الدعوة كلها موجودة. مسافر، والمسافر دعوته مستجابة، وأشعث وأكبر ويمد يديه إلى السماء، مد يديه للسماء في توسل وفي تضرع، ويقول: يا رب يا رب، يسأل الله سبحانه وتعالى بلفظ الربوبية. لكن يا إخوان المشكلة طلعت كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما كانوا حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له؟ جاء سعد بن أبي وقاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادعو الله لي لكم مستجاب الدعوة. يا رسول الله عندي طلب. نعم يا سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله ادعو لي ربنا لكم مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وهذه من شروط استجابة الدعوة. وأيضا من شروط استجابة الدعوة أن تثني على الله سبحانه وتعالى وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. ما تبقى طوالي في الدعاء يا رب الديني يا رب الديني، أبدا. أثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، فأنت أمام يديه وأنت الذي تطلب منه، فأثني على الله سبحانه وتعالى أولا، ثم صل على نبيك عليه السلام، ثم ادعو بما شئت. الرسول العظيم يقول: كل دعاء محجوب ما لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أي دعاء محجوب إلا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم ارحمني واغفر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجل هذا، ده مستعجل معلوم. ومن ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تعال إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فأثني عليه، قل الحمد لله رب العالمين، وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ثم أدعو. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له: ادعو يجاب طلبك. انت الآن تدعى وربنا يجيب طلبك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سمع رجلا يقول: اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. نستمع يا أخواني للدعاء مرة أخرى. الدعاء ده مهم جدا. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد. بعد كده تدعو، والله سترى الإجابة إن شاء الله في الحين. وإلا فالصلاة على الله سبحانه وتعالى والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من شروط إجابة الدعوة. وأيضا أيها العبد، إن دعوت الله سبحانه وتعالى فعليك أن تحسن الظن بالله. أعلم أن الله لن يخيبك أبدا. أنت واقف أمام ربنا، أبكي إباكى وأحسن الظن بالله. والله إن شاء الله سترى إجابة الدعاء في الحين، وإما ستراه إن شاء الله مؤجل إن شاء الله، إن أحسنت الظن بالله سبحانه وتعالى. والله لا يخلف الدعاء. جاء في الحديث الصحيح: إن ربكم حيي كريم يستحي من العبد إذا مد يديه أن يردهما صفرا. ربنا حيي، حياة يليق بجلاله. يستحي ربنا من العبد إذا رفع يديه للسماء قال: يا الله يا الله، أن يردهما صفرا. وإلا أيها العبد عليك بالدعاء. ومن شروط أيضا أيها الأحبة، هناك أماكن يستجاب فيها الدعاء. من هذه الأزمنة والأماكن التي يستجاب فيها الدعاء عليك بالدعاء في نصف الليل والناس نيام، الناس يغطون في نوم عميق. عليك أن تغتنم هذه الفرصة إن وفقك الله سبحانه وتعالى، تقوم من نومك، تتوضأ وتصلي ركعتين وتقف أمام ربك وتسأله من خير الدنيا والآخرة. في هذا الزمان وفي هذا المكان الدعاء مستجاب. جاء في الحديث الصحيح: إن الرب تعالى يتنزل إذا كان ثلث الليل الأخير. لما يكون ثلث الليل الأخير الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فاغتنم هذه الفرصة ولا تدعها تفوتك أبدا. وأيضا من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة. حري بأن يستجاب لصاحبه. والدعاء في السجود أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. والدعاء عند نزول المطر لما يبدأ ينزل بسرعة جدا، طوال قال عرما كبير وتجد أطلق المطر ده. هو حديث أحد بربه: ادعو من خير الدنيا والآخرة.
ما شرط اخوان المطر تقول لك لحد ما تتبلبل وتجي داخل، لا، ومجرد المطر ما جاء نازل انت بسرعه جدا عري منكبيك وارفع يديك للسماء وادعو الله سبحانه وتعالى بتضرع، وادعو الله سبحانه وتعالى واحسن الظن به، وسترى ان شاء الله الاجابه. وهناك ادعيه مجابه لا محاله، من هذه الادعيه التي يجاب صاحبها دعاء المظلوم. رسول العظيم صلى الله عليه وسلم قال: إن للمظلوم دعوة مستجابة، 3 دعوات مستجابة لا محالة: دعاء المسافر، ودعاء المظلوم، ودعاء الوالد لولده. عندما يدعو عليك المظلوم الله سبحانه وتعالى يقول: لأنصرنك ولو إلى حين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصعد دعوة المظلوم إلى السماء ولها شرار. المظلوم لما يدعى عليك تصل للسماء ولها شرار. شخص انت اخواننا اتفقت معه على ان يفعل لك شيء معين، وانسان مسكين وعامل بسيط، اتفقت معه على 20,000، ومجرد ما انتهى لك العمل بركت له 5,000 وقلت له حقك، ليه حاجه ل 20,000؟ لا والله ما بديك ال 20، عملت لي شنو؟ قال لك انا خليتك لا الله. والله الدعوه دي تصل في الحين ولها شرار، وانت بسبب ال 15 اللي نقصتها منه دي والله ستار المصايب. والا دعوه المظلوم يستجاب لها في الحين، والله يرفعها فوق الغمام. يقول الشافعي: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ضر عفاه من الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه نظر عليك، وعين الله لم تنم. وأيضا دعوة المسافر عندما يريد السفر ويحزم حغائبه: أطلب منه أن يدعو لك، أطلب من هذا المسافر أن يدعو لكم، لأنه في حال الضحف، ومن ثم هو مراقب لربه ومفارغ لوطنه، دعاه مستجاب. ودعاء الوالد لولده أيضا مستجاب. وأخيرا أيها الأحبة، نختم بهذه القصة الرائعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك غلام من الأنصار يسمى كعب بن الربيعة الأسلمي. كعب بن الربيعة الأسلمي كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، يحضر له الوضوء ويذهب له للسوق ويحضر إليه حاجياته. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة استيقظ من الصباح ليذهب إلى صلاة الصبح، فوجده غائبا عند بابه. لقى الرجل العظيم والشاب الأنصاري ده جالس عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم، كعب بن ربيعة الأسلمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا ربيعة؟ ليه جيت يا ربيعة في الوقت ده؟ فقال له: يا رسول الله جيت لاستمع إلى ذكرك، جيت عشان استمع للذكر بتاعك واذكر زي ذكرك. فتعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا ربيعة سني وادعو الله لك، أسألني الحين وادعو لك ربنا دعوة مستجابة، اغتنم الفرصة دي. طوال قال لي: دعنا افكر يا رسول الله، خلينا نفكر، اديني فرصه يا رسول الله نفكر، انا ما اقدر افوت الفرصه دي. طيب يا اخوانا حيسال شنو؟ ارض في المعموره، قطعه في الرياض، حيسال شركه يسافروا له برضه امريكا. شوف الرجل ده بعد قليل قال له النبي: نعم يا ربيعه. فقال: يا رسول الله اسال الله لي ان اكون رفيقك في الجنه. يا رسول الله الشيء داير منك، بس اسال لي ربنا ان اكون رفيقك في الجنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: او غير ذلك؟ نعم دي دعوة لسه بقى على دي في الآخرة، لكنها سنحين دعوة تتحقق لك في الدنيا دي. فقال له: لا غير ذلك يا رسول الله، والله يا رسول الله ما داير غير ذلك. فقال له النبي: ولما ذاك يا ربيعة؟ ليه ما سألتني؟ فقال له: يا رسول الله نظرت إلى الدنيا وسرعة فنائها وزوالها، الدنيا فانة وزائلة وشايفينها، ونظرت إلى الآخرة وعظمها وبقائها، فآثرت ما يبغى على ما يفنى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود، لو دار تكون رفيقي في الجنة أعني على نفسك، ساعدني على نفسك بكثرة الصلاة. انظروا إلى حال هذا الرجل العالي الهمة، وسأله وأجابه، وإلا فالله سبحانه وتعالى أعطاه. وأخيرا وقبل أن نأتي على ختام هذه الخطبة، هناك إخوة لكم يحتاجون لأدعيتكم، وأنا أعتقد أننا قد نسيناهم. إخوتنا الذين اقتربوا من أجلنا، والذين اقتربوا لتحصيل أرزاقهم في السعودية، في أمريكا، في ليبيا، في كل الدنيا، هناك إخوة لنا اقتربوا لأجل تحصيل الرزق. علينا أن لا ننساهم أبدا من أدعيتنا، ودعائنا لهم مستجاب إن شاء الله. الرسول العظيم يقول: دعاء المؤمن لأخيه ظهر الغيب مستجاب، ادعوا لهم في كل صلاة. فعندما تدعو لأخيك ظهر الغيب يقول لك الملك الموكل بك ولك مثلها، فعليكم أن لا تنسوهم أبدا، وأدعيتكم لهم مستجابة. وادعوا لهم بالحفظ، وادعوا لهم بالستر، وادعوا لهم بكل ما فيه الخير إن شاء الله، وإلا فهم ضعفاء ومحتاجين إلى أدعيتكم. وأخيرا نفترق على هذا الدعاء: اللهم إن عبدك
وابن عبدك وابن أمتك ناصتي بيدك ماضي فيه حكمك عدل فيه غضاؤه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربع صدورنا وجل أحزاننا ذهب هموما يا رب العالمين وقم إلى صلاتكم ويرحمكم الله.